هو انت فاكرني اوز؟ ماليش فيه. انت تتشقلبي تعملي قرد تعملي اللي تعمليه. بما انك الساحر فانا قررت ان اجيب لك فيديو صعب جدا تعمليه. الوصفه اللي عاملاها زينب الاخيره دي انا عارف انها مستحيل تتقلب صيامي، بس انت هتقلبيها صيامي او نباتي. الناس اللي مش عارفه يعني ايه صيامي. هو انت فاكرني اوز؟ ماليش فيه. انت تتشقلبي تعملي قرد تعملي اللي تعمليه. انا عجبتني الوصفه وانت هتعمليها. يعني زينب كل ما تعمل حاجه تجيبها لي تقولي حولها لي. بس انا بحس زينب دي اصل الافتكاسات في الكوكب، يعني بتعمل كل حاجه جديده. هي مش حاجه جديده، دي ليزي كيك عادي. طب اعمليها صيام يا فلحوصه. حاضر يا عماد. يلا يا اختي ابدا. كل اللي هتحتاجيه في الوصفه بسكويت. هو المفروض فيه بسكويت اسود اللي هو الشوكولاته. فين البسكوت الشوكولاته؟ ما لقيتش. يعني هتعمليها صيامي ونص الوصفه مش لاقياه. يا عماد ما انا كده كده هستخدم شوكولاته دارك. ماشي يا نرمين. فانا مش محتاجه استخدم بسكوت شوكولاته. ماشي انا هعتبر نفسي ماشي. يا جماعه البسكوت اللي بتحبوه. هي بتحب وولكر. ودوت 400 جرام يعني علبه. ماشي علبه. هات الشوكولاته يا نرمين. هاتي يا مشقياني. هنجيب شوكولاته دارك 200 جرام او يعني واحده 200 جرام. بصوا يا جماعه، الناس اللي مش صايمين واللي مش نباتيين يجيبوا الشوكولاته بتاع الدريم اللي فيها حليب. دي الدارك اللي ما فيهاش حليب، اللي هي بتاعت الطبخ. قطع يا قروبه. ونقطعها. ولازم نقطعها على فكره. يعني احلى حاجه في الشوكولاته، السكينه دي حاميه جدا على فكره. سكينه تيفال، بس مش عايز اقول لكم يعني من الاخر من السكاكين الكويسه. انا فاكر دفعت في الاثنين 400 جنيه، كان عليهم عرض 500. كانت الواحده ب 300 وشويه. ايوه بس كان عليهم خصم يا نرمين. كانت خصم واحده عليها واحده نص الساعه. ايوه يا نرمين. بس سكينه احنا بنجيب حاجات اللوكيشن الجديد. بس عايز اقول لكم السكينه قويه جدا. يعني شايفين الشوكولاته اصلا عباره عن حطب، وهي ما شاء الله قايمه بيها. يعني مش بتقف على محطات. خلاص مش لازم، انا كده كده هتسيح في السخون. لا ازاي؟ بصوا بقى، زينب استخدمت كريمه طهي، بس طبعا انا ما عنديش كريمه طهي صيامي، فاحنا هنجيب الكريمه بتاعت جوز الهند دي ممتازه، فانا هستخدم 200 مللي منها. واللي معهوش كريمه طهي او كريمه جوز هند يعمل ايه؟ لبن جوز هند. هينفع يعني؟ لبن جوز هند، ويحط عليه معلقتين كبار كريم شانتيه ويقلبوه كويس جدا. في كريم شانتيه نباتي يا جماعه، ما فيش مشكله، هيدينا نفس الغرض. ماشي. واضح ان انت هتنجحي. عيب عليك، انت بتتحدى مين يا ابني؟ طعمها حلو البتاع دي. طعمها حلو. هناخد 200 مللي منها. طعمها حلو فعلا. يبقى سكر 200 مللي. حلوه يا نرمين، جميله. طعمها حلو جدا على فكره. كل اللي انا هعمله ان انا هسخن الكريمه بتاعتي. اول لما تسخن هنحط عليها الشوكليت. بصوا انتوا لو خدتوا بالكم، مجرد ما بدات تسخن بدات تفرط الكريمه. اول لما الكريمه بتاعتنا تبدا تسخن هننزل الشوكولاته بتاعتنا. ممكن ازق معاكي؟ انا مش هبهدل الدنيا. هو انت ليه حاسه ان انا كل حاجه مش بعرف اعملها كده؟ الناس تفهم عني فكره غلط. يا حبيبي انت بس انت بتعمل كل حاجه. بس بتبهدل كل حاجه. لا مش عارف ده مدح ولا ذم. نسيح الشوكليت ونهدي النار خالص. بصوا انا حاسه ان انا محتاجه ازودها شوكولاته تاني، فانا عندي شويه شوكولاته كانوا سايحين، يعني حوالي 100 جرام انا هزودهم. يبقى انا كده استخدمت شوكولاته خام 300 جرام مع 200 مللي من كريمه جوز الهند. وبصوا بقى هنقلبها كويس. يا سلام، عايزه اقول لكم ده صوص عظمه للتورت والحلويات لو انتوا عايزين تعملوه. بصوا معايا بقى، بعد ما ساح الصوص الخطير ده هننزل على البسكوت، وبعد كده هندي تقليبه للبسكوت الخطير ده، مع ايه ان احنا هنديله تكسيره كده. تكسيره؟ المفروض بيدوب. لا، ما هو السخونه بتاعتها هتخليها ايه، تدوب. بصوا كل اللي احنا شايفين لونه بقى حلو ازاي. تصدقي لونه اتغير، بيفتح في غامق فعلا. بس وانا شغاله كده هديله ايه، تكسيره. بس تكسيره خفيفه. انا مش عايزه ادقدقه جامد، لا انا عايزاه يبقى فيه قطع كده لذيذه. شايفين يا جماعه؟ ودي اخر ابداعاتي. يعني انتوا اللي شايفينه ده انا كده ابدعت. يعني شوكليت بقى وشغل فاخر. هجيب قالب بالحلاوه دي. شايفين القالب عامل ازاي؟ قالب انجلش كيك عادي، وهحط فيه كيس بلاستيك انا فردته عشان تبقى سهله التطليع، او ستريتش براحتك. فضي يا نرمي فضي. هات انا امسك لك. انت ده امسك لك انا، يلا، عشان انت عارفه انا ايدي فرطه.
الله. طب بامانه شكلها كده بس انا عايز اقول لكم دي لما تخرج من التلاجة هتبقى جامده جدا. ونضغطها بقى، وزعي وانا هقفل الكيس واضغطها. لا لازم كلها تبقى مستويه. سويها طيب. انا عايز اقول لكم يا جماعه هتبقى جميله. من امتى بتنفق؟ اجيبش وصفات فاشله. انا زينب 50% ناجحه 50% فاشله. بس دي وصفه عالميه اللي اسمها لا عايز اقول لك، لا على فكره بجد زينب بالذات، لا هي دي الجديد فيها ان هي نباتي، يعني انتوا تاكلوها وانتم مطمنين. بس الفكره هل هتكون بنفس الكواليتي بتاع الوصفه اللي عاملاها زينب؟ ده هيبان بقى. انت اعلى طبعا، انت في قصه تانية، انت امبراطوره في الاكل يا نرمين. لازم يقعد ينفخ فيا شويه. انفخ فيك، انت محتاجه نفخ. حرام عليك يا عماد، انا تعبانه. انا عايز اقول لكم قبل ما نرمين تدخل مجال الصيامي ده، كان كل الناس اللي بتعمل اكل صيامي كل معرفتها عن الاكل الصيامي فول وطعميه. صح؟ انت عملتي قلق في البلد بسبب الاكل اللي انت بتعمليه. انا بدات اعمل اكل نباتي مثلا من 6-7 سنين تقريبا. او اكتر كمان. ايوه من اخر 2018. احسبوها انتوا بقى. بعد كده بقيت الناس ايه عارفه، بتاخد الوصفات وتعيد وتزيد وتعيد وتزيد. خلاص بس نرمين فيها سنه ابتكاريه، بتحب تبتكر دايما، ما بتحبش تعمل اكل تقليدي. دي حقيقه. انت كده بتنفخ فيا بزياده. انفخ بقول الحقيقه يا بنتي، البني ادم لازم يدي كل انسان حقه. بعدين انا اللي معلمك، اوعي تنسي ان انت كنت بتعملي باميه وملوخيه بس. مش هعمل. بص الله بقى. شكلها تحفه بجد. هنقفلها ونوديها يا التلاجة لحد بكره الصبح، يا تحطها في الفريزر نص ساعه. بص هقول لكم على حاجه، هي زينب ما قالتش حاجه. هي مش محتاجه ذكاء، تخش الفريزر نص ساعه والتلاجة. التلاجة ساعتين او نحطها في الفريزر نص ساعه او ربع ساعه، تلاقي ان هي ظبطت معاك. انا رايح احطها في الفريزر عشان ننجز انا بقى. هسيبها في التلاجة تجمد شويه. اول لما حطها في الفريزر. في التلاجة. في الفريزر. انتوا رايكم كمشاهدين ومتابعين طبعا بالكبش اللي انا ماسكه ده، تخش التلاجة ساعتين ولا الفريزر ربع ساعه؟ العادي بيدخلوها التلاجة تقعد ساعتين. الفريزر ربع ساعه. يا عماد مش تلحق. احنا هنشوف راي الناس في التعليقات ايه، وهنقول لكم احنا هنسيب الموضوع سر. انت بتخوفهم بالكبشه دي. هنقول لكم بعدين احنا عملنا ايه. يلا بينا. وبعد 24 ساعه اقلب يا نرمين بقى فرجيهم. احنا ما كناش فاضيين نصورها بعدها على طول، فسيبناها في التلاجة يوم كامل. شفت طلعت حته واحده ايه زي ما مخططين بالظبط. احلى ليزي كيك صيامي. عماد مش عاجبه تقطيعي. تقطيع فاشل على فكره ناشفه فايدي وجعتني. ماشي. هي فعلا عشان بقالها يوم في الفريزر. في التلاجة ما تحطناهاش في الفريزر. بقالها يوم في التلاجة، فحس ان تقطيعها صعب. بس طبعا كالعاده ايه، الصحه بتفرق، ان رميت صحتها على قد اصلا. شكلها تحفه. خطيره. بصوا معايا، بصوا شكلها حلو ازاي. واو بجد خطيره. تحفه يا نرمين تحفه. واو ندوق بقى الموضوع مشوق. يلا ندوق. بص انا مش هقدر، احنا بالليل فانا مش هقدر. لا انت خد الكبير انا اخد الصغنطوط. حانت لحظه التذوق. هل كيكه زينب حلوه ولا لا؟ دوق يا نرمين. حلوه قوي. تحسها صيامي؟ لا مستحيل تقول انها صيامي. على فكره مقرمش البسكوت فيها، والشوكليت فيها طعمه حلو. هو مش احلى حاجه يعني، مش احلى شوكليت، بس هي جميله. لا هي جميله حماد. أيوة. دي معموله بكريمه جوز هند. ايوه بس هي جميله بصراحه، وطالعه كريمي قوي من جوه. طعم البسكوت حلو. بذمتك حاسس ان هي فيها كريمه جوز هند؟ هي جميله بصراحه بجد خطيره. على فكره. هتدفع كام؟ حلو هتدفع كام؟ هو كل فيديو لا على كده فكره خراب بيوت على استنى فكره. بس لا. لا. هو مش كل فيديو على فكره. انت كل مره بتتحداني ان الفيديو مش هيظبط وانا ظبطته. لا ظبط. انت ما كنتش مصدق ان انا هعملها زي زينب واحلى وكمان صيامي. نرمين اليومين دول مبدعه في الحلويات الصيام اللي بجيبها لها. مفيش حاجه لغايه دلوقتي فشلت فيها. بجد برافو يا نرمين، شاطره حبيبتي شاطره. انا مبسوط باللي انت عملتيه. هات كل مره. خلاص مش كده المره دي. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، فولو للصفحه، تابعونا من على منصه اليوتيوب، تعملوا سبسكرايب على القناه. وعايز اعرف هل في وصفات ترشحوها لنا نغيرها ولا لا. كل الوصفات اللي عندكم حطها لنا في التعليقات واحنا بنتابع التعليقات كويس. شكرا لكم، نشوفكم على الف خير. باي باي.